الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. معلش الفترة اللي فاتت كنت متوقفة عن الفيديوهات، بسبب كنت بمر بتعب نفسي شوية. الحمد لله بعد وفاة والدتي الله يرحمها. حابة اتكلم معاكم عن التجربة دي، خرجت منها بثلاث دروس مستفادة. اول درس مستفاد، ان شاء الله هعمل لكم الثلاث دروس دي على ثلاث فيديوهات عشان بس الفيديو ميبقاش طويل. اول درس مستفاد هو عن الدنيا اللي احنا عايشينها، اللي هي دنيا صعبة، دنيا مليانة مشاكل، مليانة آلام، مليانة أحزان، مليانة صراعات، مليانة ناس حقودة، ناس حسودة، ناس مؤذية، مليانة طحن من الآخر. الدنيا لو ادتك يوم فرح قصاده سنين حزن، لو يوم حلو قصاده سنين مر. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في كتابه العزيز، احنا بنلف وندور ليه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في آية مختصرة، وخلقنا الإنسان في كبد، يعني اتخلقنا في شقة، في تعب، في عناء. طب تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هدفه ان احنا نعيش متضايقين، ان احنا نعيش تعبانين، ان احنا نعيش هدف يقدرنا؟ هدفه ان احنا تبقى انا جبتكم الدنيا بقى فلازم اضايقكم، لازم تبقوا في حزن، في الام؟ اكيد لا، اكيد لا خالص. عايزه اقول لكم ان الايه دي انا لما فكرت فيها وعايزاكم تفكروا معايا فيها، ومش عايزاكم تفكروا سطحيه، مش عايزاكم تفكروا للآية يعني هي ظاهرها غير لكن باطنها الخير فعلا. عايزاكم تبصوا للعمق بتاعها. هو ربنا ما خلقناش علشان فعلا نتضايق في الدنيا، او حياتنا مليانه تعب ومليانه مشاكل ومليانه صراعات، لكن وخلقنا الانسان في كبد. ده مش معناه ده خير لينا، وهو ده الصالح لينا. طيب انا هقنعكم، انا عارفه ان كلامي هتقولي لي ازاي، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قايل وخلقنا الانسان في كبد، يعني اتخلقنا في الشقه، واتخلقنا في التعب، واتخلقنا في الحياه الصعبه دي. لكن فعلا مش هو ده الخير لينا، او هو ده الصالح لينا. وهقنعكم بثلاث اسباب. بس قبل ما ادخل في الاسباب، حابه الاول تتخيلوا معايا كده لو الدنيا دي كلها فرح، لو الدنيا دي كلها سعادة، لو الدنيا دي كلها حب، لو الدنيا دي كلها راحة، كل اللي احنا عايزينه حوالينا، مفيش تعب، تفتكروا ان الدنيا دي هتبقى حلوة؟ تفتكروا؟ لا. انا عارفة ان في ناس هتقولي الدنيا هتبقى جميلة والحياة هتبقى حلوة، لكن انا بتحداكم تعيشوا فيها يومين ثلاثة، مش هتحسوا ان انتوا هتسأموا وهتملوا وهتتضايقوا، وهتحسوا ان انتوا ما عندكوش هدف، ما عندكوش قيمة، عايشين ومش عايشين. حد تاني هيرد عليا يقولي طب ما الجنة كلها سعادة أبدية، كلها فرح، كلها حياة وردية، كلها راحة، هنشاور بس للحاجة تجيلنا. هقول لكم انا كنت برضو بفكر في الموضوع ده قبل كده، وكانت الاجابه ان احنا ربنا هيغير حاجات فينا، هيبدل حاجات فينا اللي بيها نكون مؤهلين للعيش في الجنه بسعاده يعني على طول، يعني هيأهلنا ان احنا نعيش في الجنه بسعاده. طيب سيبكم بقى من الجنه وتعالوا نرجع لارض الواقع اللي احنا عايشين فيها. انا قلت لكم ان الحياه بألمها، بتعبها، بالشقة اللي فيها، بكل اللي فيها ده، بهمومها، بأحزانها، هو ده الخير والصالح لينا. وعندي 3 أسباب هقنعكم باللي أنا بقوله السبب الأولاني هو استسلامنا التام والكامل، وإيماننا التام والكامل إن ربنا بيحبنا، وإن ربنا كل اللي بيعمله لنا خير. ربنا يعني هو احنا صنعته، احنا عباده، هو عايز لنا الخير. كل حاجة بيجيبها لنا وبيقربها لينا خير، كل حاجة بيبعدها عنا خير. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. السبب التاني ان الحياة وخلقنا الإنسان في كبد، واتخلقنا في شقة وفي تعب وفي عناء، وهو ده الخير والصالح لينا. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي، الدنيا الصعبة، الدنيا اللي مليانة صراعات، الدنيا اللي مليانة عايشين فيها في دوامات وعايشين في تعب، مش يمكن ده عشان نعبده؟ عشان من خلال المشاكل دي ومن خلال التعب نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونقرب منه؟ ازاي؟ هقول لكم ازاي.
هديكوا امثله وهوضح لكم الفكره من خلال الامثله دي. هنبتدي بالمثال الاول. مثلا لو واحد بيمر بضائقه ماليه، مضغوط قوي وعنده متعثر جدا جدا ماليا وطبعا الدنيا صعبه معاه وخلاص يعني جايب اخره. وبعد الضائقة دي تحصل له انفراجة، وده الطبيعي. يعني هي في قاعدة أصلا إن بعد كل ما الدنيا تشتد قوي 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 كل ما يحصل يعني تحصل انفراجة إن شاء الله. حصلت له انفراجة وربنا رزقه بمال بفلوس من حيث لا يحتسب. أول حاجة بيعملها إيه؟ أول حاجة أول ما يمسك الفلوس دي وهو طالع من ضغطة ومتعثر جدا بيقول إيه؟ بيقول الحمد لله. صح كده؟ يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى أراد يوقعه في المشكلة دي علشان يحمده، علشان يحمد ربنا، علشان يشكر ربنا ومن هنا يعبده. أنا عارفة إن في ناس عندها الامتنان أعلى، يعني في ناس بتسجد لله شكر، في ناس ممكن تطلع جزء من الفلوس اللي جايلها من باب ربنا دي تطلعه صدقة، ناس امتنانها معدي، لكن هو أراد يوقع الإنسان ده في المشكلة دي علشان يعبد ربنا. هديكم مثال تاني كلنا مرينا بيه. دور برد بسيط بيرقدنا في السرير، يخلينا نفقد حاسة الشم والتذوق، مش قادرين نستطعم الأكل، مش قادرين نحس بطعم السوائل السخنة، مش قادرين خالص. وبعدين أول ما ربنا بقى كده نبتدي نخف، نبتدي بقى نحس بطعم الأكل ونحس ونتذوق، نبتدي نشم من تاني. أول حاجة بنقولها إيه؟ بنقول الحمد لله، صح؟ حتى لما حد بيسأل عننا الحمد لله أحسن الحمد لله. هديكم مثال ثالث وأخير. واحد بيمر بمشكلة كبيرة في شغله، مشكلة عويصة، مشكلة صعبة، بيضرب أخماس في أسداس، بيجيبها يمين شمال مش بتتحل خالص، وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يقول هل من داعي استجب له؟ يا بشر يلي سهرانين الوقت دوت، يا بشر يلي جايين على بابي وعايزين اي دعوه استجيبها لكم، انفذها لكم. فقال انا هقيم الليل، وهو ربنا وحده بقى اللي هيحل لي المشكله دي. انا هقيم الليل وهدعي ربنا وهصلي الفجر، وهو وحده ربنا اللي هيحل لي المشكله دي. يبقى اذا ربنا وضعه في المشكله دي علشان يرجع له، علشان يرفع ايده، علشان يقول له يا رب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حاطتنا في مشاكل وحاطتنا في الدنيا اللي مليانه الام عشان نلجأ له. بيقول لك بقى ايه؟ انت هايص في الدنيا، انت الدنيا واخداك بقى وشايفك كده، طب تعالى لي بقى، تعالى لي. يروح مديله ايه؟ مرض، يديله ابتلاء، يديله اي نوع من انواع الابتلاءات، يديله مشكله عويصه، يديله يحس بضيق، يحس بألم نفسي، يديله ضائقه ماليه. الهدف منه انه يرجع له، عشان عايزك ترفع ايديك وتقول له يا رب. عايزك لو مش بتواظب على الصلاه ومش منتظم، لا تصلي. لو بتصلي في البيت، لا تصلي في المسجد، علشان تمسك كتاب وتقرا منه، علشان تصوم، علشان تتصدق. عايزك ترجع له. يبقى ده بيحبك وانا ما بيحبكش، بيحبنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا. طيب هندخل بقى للسبب الثالث اللي بيه ان الحياه الصعبه اللي احنا عايشين فيها، اللي مليانه مشاكل واللي مليانه تعب، هي دي الخير والصالح لينا. وهو ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعرفنا قيمه الاشياء، عايز يعرفنا قيمه الحاجات، عايز يعرفنا قيمه الاشخاص. احنا لولا الحزن ما كناش عرفنا معنى الفرح، لولا ان احنا دقنا المر ما كناش عرفنا طعم الحلو، لولا التعب والشقة والكفاح ما كناش عرفنا قيمة النجاح، لولا ان احنا عندنا هدف سامي قوي وهدف عالي قوي نفسنا نحصل عليه، وهدف هيساعدنا قوي لو حققناه في حياتنا، ما كناش بذلنا مجهود، ما كناش خدنا من عمرنا من وقتنا. وكل ما كان الهدف ده غالي قوي وثمين قوي، كل ما خد مننا مجهود اكتر، وكل ما خد مننا وقت اكتر. فلولا الوشوش، لولا الناس الغشاشة والناس الكذابة والناس اللي بتلبس ماسكات، ما كناش عرفنا قيمة الناس الصادقة في حياتنا، ما كناش عرفنا قيمة الناس الواضحة في حياتنا، ما كناش عرفنا قيمة الناس الشفافة اللي في قلبها على لساننا. فلولا دول ما كناش عرفنا معنى دول، لولا الخبطات والوقوع والفشل والحاجات الصدمات اللي بتحصل لنا في حياتنا، ما كناش عرفنا قيمة للدنيا، قيمة لنجاحنا، قيمة ان احنا نبقى في حاجة كويسة. انا
وعارفة ان الدنيا صعبة، وعارفة ان الدنيا قاسية، وعارفة ان الدنيا مليانة مشاكل كتير وحقيقي فوق احتمالنا، وبتحصل حاجات كده بتخلينا فعلا فعلا منهارين محطمين. بس حقيقي نصيحتي ليكم، عبروا عبروا عن مشاعركم، بلاش تكبتوها. كبت المشاعر من اصعب حاجة في الدنيا. كبت المشاعر بيعرضكم لامراض عضويه. اتكلموا مع حد بتحبوه، حد بتثقوا فيه، حد بترتاحوا ليه، حد بيسمعكم باهتمام وبيتمنى لكم الخير. اب حنين، ام حنينه، صديق وفي، اي حد بترتاحوا معاه اتكلموا معاه، واعرفوا ان انتوا لو في حياتكم الشخص ده انتوا فعلا معاكم كنز. في ناس كتير بتدور عليه، بتقضي عمرها كله تبحث عنه ومش بتلاقيه. يمكن عمرها كله بينتهي ومش بتلاقي الكنز. عن مشاعركم، اصرخوا، عيطوا، ابكوا، طلعوا، عبروا عن مشاعركم. يعني اقول لكم ايه يعني تبانوا قدام الناس حزنانين؟ ايه يعني تبانوا قدام الناس منهارين محطمين؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من كوكتيل مشاعر، من دم ولحم، ما خلقناش من فولاذ، ما خلقناش من حديد. هقول لكم على حاجه بقولها دايما لاصحابي لما بيكلموني واحس ان عايزين يعني بيتكلموا وحس ان عندهم شحنه كده، بقول لهم على حاجه انا بعملها: ادخلوا اوضتكم واقفلوا عليكم الباب، واهم حاجه ما تخلوش العيال تخبط عليكم ولا اي حد، واتجهوا للقبله كده واقعدوا اتكلموا مع ربنا وفضفضوا وطلعوا كل حاجه طلعوها لربنا سبحانه وتعالى. املوا الاوضه كلها دموع. هتحسوا ان انتوا قد ايه حسيتوا بعد الجلسه دي، جلسه نفسيه رهيبه، ان انتوا مغسولين، وهتحسوا براحه رهيبه، كأن بالظبط كان عليكم جبل، كان على صدركم جبل ونزاح. عبروا عن مشاعركم. دي رسالتي ليكم. بلاش تعلقوا تعبكم، بلاش تعلقوا مشاكلكم وتعلقوا تقعدوا تندبوا حظكم السيء، لان ربنا قال لنا الحياه كلها كبد وانا حياتي شقه وتعلقوا كل المشاكل دي على الايه دي. لا يا جماعه، لا خالص، بلاش. احنا حياتنا يعني احزان، صراعات، وعلى راي الشاعر نزار قباني لما قال ان الدمع هو الانسان، إن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، مع تحفظي على بعض قصائد لي، لكن فعلا دي الحقيقة. وعايزة أقول لكم إن مفيش حد في الدنيا على وجه البسيطة، على وجه الكرة الأرضية ما عندوش مشاكل. يعني أنا في اقتناعي مفيش حد تماما، حتى لو في نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، يعني مثلا نص في المليار، ولا يعني نسبة ضئيلة، وإن كنت مش مقتنع قوي إن في النسبة دي، لكن لو في نسبة فعلا ضئيلة ما عندهاش مشاكل، الناس اللي عندها فلوس كتير أو الناس اللي بتحل مشكلاتها بمكالمة تليفون، دول بيبقوا أتعس ناس على وجه الأرض. صعبة قوي. فدي رسالتي ليكم، وده درس المستفاد الأول، إنه خلقنا الإنسان في كبد، وإن حياتنا اللي مليانة شقة وتعب وعناء وآلام هي دي الخير والصالح لينا. احنا يعني لازم نكون متقبلين دوت، مش بس متقبلين، احنا راضيين دوت، ومش بس راضيين، احنا مقتنعين تمام الاقتناع ان هو ده الخير والصالح لينا. بحبكم في الله، وما تنسوش تصلوا على رسول الله، ويا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.